السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة المراكشية. اليوم نحضروا وجبة رائعة يحبها الكبار والصغار، كتجي لذيذة. هو الرز بفواكه البحر بطريقة المطاعم الكبرى، كتجي أحسن وألذ بكثير، ما تشبعوش منه. هي تبعوا معايا المراحل حتى الآخر. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. ما تنساوناش اضغطوا على الزر الأحمر أبوني وديروا جيم، تخرطوا في القناة ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديدة. بسم الله. بالنسبه للمقادير كيف ما تلاحظوا اليوم غندير لكم واحد الوجبه رائعه بزاف الاخوات طلبوني عليها. يعني بالنسبه لهاد العلبه هذه كيلقاوها في المحلات وما كيعرفوش علاش يستعملوها، طلبوني باش انني نستعملها لهم الوصفه. هاد الوصفه كتجي على هذا الشكل، علبه مشكله ديال الحوت فواكه البحر. عندنا هاد العلبه هذه راه كتباع على هذا الشكل. انا غنعطيكم بالضبط المقادير، لا في الماء لا في العطريه، كتجي واحد الاكله رائعه ولذيذه بزاف. عندنا هنايا 2 اكواب، كل كوب كيعدل 150 غرام. 2 الاكواب ديال الارز. هذا الارز الاصفر ماشي داك الابيض، لان كاين الابيض المكركب، ماشي الابيض المكركب، ماشي بسمتي، لان الا درتو بسمتي راه ما كيشربش الماء، ما كيحتاجش الماء بزاف. بالعكس هذا الاصفر غنوريكم المقدار علاش كيفاش تستعملوه. عندنا 2 اكواب ما يعادلوا تقريبا 300 غرام، وكل كوب كيحتاج 2 كيسان ديال الماء ونصف. غنوريكم بالضبط المقادير. انا نص حبه فلفل احمر، نص حبه فلفل اصفر، عندنا قليل من الجبنه، هنايا بصل، نص بصله واحده قطع على الشكل، نص حبه نتاع الفلفل الاخضر، طماطم واحده. عندنا كذلك في التوابل هذا تقريبا المعلوش 2 معالق كبار على الشكل. هذا فلفل حار بالنسبه اختياري اللي بغى يديرها، اللي كيبغيو وليداتو، اللي كيبغي يطيب الحار كيدير، اللي ما بغاش يديرها بالنسبه يستغنى عليها. 3 الفص ديال الثوم، الخرقوم معلقه صغيره ديال الخرقوم. بالنسبه لهذا الخرقوم استبدلته بالزعفران الحر، اللي عنده الزعفران الحر ياخذ واحد القليل يديرو في الماء. الملح حسب الذوق، نص معلقه صغيره ديال الابزار اي الفلفل الاسود. بسم الله. كناخذوا هنا 5 الاكواب ديال الماء، نقول لكم بالضبط 5 الاكواب. كيغلى الماء كيسخن، كنزيد ناموسه اي ورق الغار كناخذوه كنديروا فيه، كيغلى هي تقريبا 3 دقائق. وكناخذ نص معلقه تقريبا معلقه ديال الملحه، لان هذا باش غنبللو به الرز كيجي بنين ولذيذ بزاف. البزار راس معلقه ديال البزار، كيغلى شويه كنطفيو عليه وتنتركوه، هو باش غنبللو به هذا الرز. بسم الله. كناخذ هذه المقلاة كنديرو فيها هذا الرز بهذا الشكل، كنديرو شويه ديال الزيت، كنديرو كذلك معلقه كبيره ديال الزبده. بالنسبه للزبده اللي باغي يديرها، اللي بغات يديرها ما يستغنى عليها، معلقه كبيره ديال الزبده، لان كتعطي واحد اللذه واحد البنه كتجي رائعه. وكنبقاو كنقليو فيه على هذا الشكل مزيان حتى يتقلى لنا هذا الخضر. بسم الله. بعد ما قلنا الرز على هذا الشكل كنصبوا البصله، كنبقاو كذلك كنتركوها تتقلى كذلك. كيجي الرز لذيذ بزاف وبنين، الشكل ديالو مختلف على المعتاد اللي كنديرو. كنديرو الطماطم كذلك وكنبقاو كنقليو. كنديرو الثومه بعد ما بشرناها صبحات على هذا الشكل. كنضيفو الخرقوم كيف ما سبق لي قلت لكم، اللي عنده الزعفران الحر يدير فميها ونتركو باش يعطينا اللون. بالنسبه ليا انا درت لكم غير الخرقوم باش اي واحد يزعم يديرها. هاد الوصفه راه كتجي لذيذه بزاف وبنينه. وليداتنا كيبغيو شي حاجه بحال هاد الشهيوات على هاد الشكل، يصدقوني راه كيجي لذيذ بزاف. بسم الله. بعد ما تقلى الكل كنضيفو هاد الجبنه. بالنسبه للجبنه راه طريه، كانت عندي في الثلاجه في الفريغو. كنوجدو هاد المكونات على هاد الشكل، من بعد كنحاولوا نصبوا من الجوانب تقريبا 2 كيسان ديال الماء، كنصبوه بشويه هذا تقريبا، وكنحاولوا نصبوا من الجوانب. كنصبوا هي 2 كيسان وكنتركوا على هذا الشكل. الان غادي نحطوا ليها، ما كنصبوش كيف ما سبق لي قلت لكم، ما كنصبوش الماء مره واحده باش هذا الرز كيجينا تقريبا مفرز وما كيجيناش معجن. وكنقصوا عليه النار تكون تقريبا متوسطه. بسم الله. بعد ما شرب الرز الماء اللي كتلاحظوا
باقي ما طابينا كنصبوا فواكه البحر، كيجيو لذاذ وبنان، واحد اللذة لا تقاوم. كنصبوا الفلفله الصفراء ها هي بهذا الشكل حمراء، وكيجي واحد اللون رائع، واحد المنظر المذاق راه لا يقاوم. فلفله حاره قطعت على هذا الشكل، الخضره ولكم كامل الاختيار، يمكن لينا متوفر عندكم هي فلفله وحده يمكن نديروها. نهجو هاد المكونات على هذا الشكل. واحد النقطه مهمه، اللي عنده الكروفيت القشور ديال الكروفيت يغليهم ويبريد بهم هذا الرز على هذا الشكل. كنديرو نقلبو الرز هانتوما تلاحظوا المنظر كي كيجي غزال ولذيذه بزاف، لذيذه واحد اللذه لا تقاوم. وكنضيفوا واحد شويه ديال الملح، لان الماء اللي كنديروه فيه الملح كنضيفوا الشكل. من بعد نجنا الكل على هذا الشكل مزيان، كنحاولوا نصبوا الماء اللي فتنا غلينا. الان غادي نصبوا الماء المتبقي، كنصبوا دائما من الجوانب، كنتركوا واحد شويه الا خصنا ثاني الماء باش يجينا لذيذ وبنين. هذا شويه حتى نحاولوا نشوفوا شرب لينا الماء وخصنا الماء كنزيدوا الماء، كنغطيو عليه وكنتركوه. بسم الله. بعد ما نشف الرز من الماء، هذه الطريقه بالنسبه لي كندير الماء كندير شيئا فشيئا حتى كيطيب لينا هذا الرز. كنلاحظ بان الرز باقي شويه خصو يطيب، اذا كنزيد غير السكر. في هذه الوصفه راني كنحتاج تقريبا 4 الاكواب والنصف نتاع الماء، كنزيد شويه باش يجينا رطيب يجينا غزال، وكنغطيو عليه وكنتركوه حتى يشرب لينا، وكندوقوه. الا مسوس ما يطيبش هذا الرز مسوس، لا طاب مسوس راه ما كيجيش بنين، والشكل ديالو ما كيجيش لذيذ وبنين على هذا الشكل. والنار ما كتكونش ناقصه، ما كتكونش عاليه بزاف، كتكون متوسطه ما ناقصاش. نغطيو عليه ونتركو حتى يشرب لينا الماء، وتيزيد واحد شويه 5 دقائق ومن بعد كنقدموه. بسم الله. بعد ما طاب لنا الرز هانتوما كيف كتلاحظوا الشكل ديال الرز كي تيجي مفرز وما كيجيش معجن وما كيجيش قاصح. بالنسبه للماء كيف ما سبق لي قلت لكم 4 الاكواب، دائما كنصب الماء بشويه بشويه باش كنستحكم في الطياب ديال الرز، لان كاين الرز اللي يقدر يستغرق لنا تقريبا حتى 5 الاكواب، ولكن ديك الطريقه بشويه بشويه، لان جلبنا شي شويه كنعدلو في الفريغو وتلقى شويه الماء عندها فيها الماء، والحوت كذلك فيه الماء كذلك. داكشي علاش انني كنستحكم في المقادير ديال الماء. عندي 4 الاكواب ونصف فعلا على هذا الشكل. انا غادي نطفئ عليه النار ونقدموا. الشكل ديالو كيجي رائع، وكنحاولوا كنزيدوا فيه شويه الملحه، ما كنكتفيوش بهذيك الملح اللي درنا في الماء، لان يقدر يجينا مسوس، لان الطريقه اللي جا مسوسه ما كيجيش منين، كيجي باسل. الشكل النهائي ديال الرز هانتوما كتلاحظوا كيجي رائع، كيجي لذيذ وبنين، واحد البنه لا تقاوم. كنتمنى يعجبكم وغادي يعجبكم، هي جربوه، بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.